الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات والفتن والهوب والأمراض وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات اللهم اوصنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استجب لنا واشفي مرضنا وارحم موتانا اللهم إنا استوينا أيديكم بالمسجد الكريم بسبب ما كرهناه من كذا وكذا منكم والله أحد اجعل اللهم بفضلك وجودك وكرمك ثواب ذلك عيقا وفتحا ونجاة من النار لنا وله واغفر اللهم لنا وله ولوالدينا ولوالديه ولمشايخنا ولمشايخه ولسائر القرابة والإخوان واغفر لنا بالأرض والغفران والفضل والإحسان يا كريم يا حنان يا رحيم يا رحمن يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واجعل الجنة مثواه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واجعل الجنة مثواه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واجعل الجنة مثواه اللهم لا تعذبنا وإياه وأنت غني لنا بنا وتهدي يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم لا تهرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين والمسلمات والمسلمين والمسلمات واجعل اللهم في قبورهم الحجاب والنور والبساة والسرور والبهجة والكفور والمغفرة على أهل القبور إنك ملك غفور رحيم اللهم اجعل القرآن لنا وله في الدنيا قرينا وفي القبر مخلصا وفي القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى لقاء الله سبحانه وتعالى وسيلا واحشرنا وإياهم في جنة الموعد بيننا وبينهم الجنة إلهنا يا ربنا وجناتك جنات النعيم ودارك دار السلام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع الذي